السلام عليكم، اخباركم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الخبر التامر مع تامر. هذا الخبر انتشر على تويتر وعلى تيك توك. الفيديو ده يكاد يكون حصري ليا على اليوتيوب، لسه ما انتشرش. زي ما شفتوا وضع المنتخب الجزائري لأقل من 17 عام مع الفريق الفني الخاص به في سجن الحراش تحت حراسة مشددة والتنكيل بهم بعد خسارتهم أمام المغرب. هذا الخبر هو اللي متداول، على قبل ما يجيش واحد يقول لي لا غير صحيح. هذا الخبر إلى الآن هو المتداول بهذه الطريقة، إلا لما يخرجوا هم وينكروا أو يقولوا، وساعتها إحنا لينا عقل نفكر. طيب ليه هم قاعدين القعدة دي وبالطريقة دي في الأرض؟ عايز يعني أسئلة أو إجابات واضحة تقنعنا إن الشباب دول ليه قاعدين القعدة دي في الأرض بياكلوا بالطريقة المهينة دي. ما تقوليش إن ده طبيعي، ده شيء يدعو للشك وإنه شيء غير طبيعي. فبالتالي أي واحد هيخرج يقول لك دول في سجن أو محبوسين أو فهو عنده حق، إلا لو اديتنا أنت شيء يقنعنا إن هو مش تنكيل بيهم أو إن هم مش في سجن الحراش زي ما هو متداول. قول لنا إيه ده وبيعملوا كده ليه، وإزاي أصلا انتوا تسمحوا لنفسكم ان انتوا تقعدوا شباب صغير زي ده بالطريقه المهينه دي. وصراحه اذا كان الخبر صحيح فعلا ان هم نكلوا بيهم وعاملوهم بالمعاملة السيئة دي، وإن هم فعلا محتجزينهم في سجن الحراش أو في أي مكان آخر، فبصراحة يبقى النظام ده وصل أقصى ما يمكن يوصل ليه من فجور، لأن دول شباب صغير ما عندهمش أي علاقة بالسياسة وما لهمش أي علاقة بالموضوع ما بين الجزائر وما بين المغرب. دول شباب صغير رغم إن هم فاهمين وعارفين وكل شيء، ولكن برضه يفضلوا شباب صغير لسه في بداية حياتهم. مش المفترض إن انتوا تنكلوا بيهم بالطريقة دي. المهم إحنا في انتظار خروجهم وإن هم يبرروا لينا الموضوع ده ويقولوا لنا الشباب الصغير دول قاعدين القعدة دي كده ليه، ويعني إيه اللي يستلزم إن هم يقعدوا القعدة دي. أصل قعدة زي دي يتقال عليها 100,000 حاجة، حتى لو ما كانوش مسجونين وهيخرجوا يقولوا لا مش مسجونين ولا مش كذا وكذا، برضو قعدتهم مهينة جدا.